بأنه يعني تعنيف زايد للنازحين السوريين وللمخيمات، كيف تقرؤون هذا؟ يعني تعنيف زائد، بعتقد اللي عنف هو اللي فجر نفسه بعائلته، يعني هذا اللي ما فارق معه عائلته وبتصور بنت خيه او بنت اخته، ويعني قرر انه ينهي لها حياتها بهي الطريقه بسياق المواجهه بينه وبين الجيش اللبناني. هذا اللي مش فارقه معه سلامه وامن النازحين، وبالتالي لا يجب ان يكون هناك خطوط حمراء امام الجيش بالتعامل مع هذا الملف الامن الحساس. شاهدت الصور، شاهدت مشاهد بصراحة لأكون دقيق معك، ما كثير تبعت، أنا بعدني راجع حديثا من إجازة، بس الجيش اللبناني أمام مسؤولية كبيرة. ما رح فوت ولا لحظة بنقاش حول إذا كان بيقدر يكون أقسى أكثر أو أقسى أقل بمواجهة ندرك جميعا مستوى الخطورة اللي بتشكلها على البلد، على أمن البلد، على أمن الناس، وعلى أمن اللاجئين. يعني هو الناس تغلغلوا بين اللاجئين وفجروا نفسهم بين اللاجئين. ولكن المشاهد اللي شفناها بحسب كثير من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي وناشطين حقوقيين ليه عم تضحك حضرتك من الناشطين على مواقع التواصل لأنه وحدة من يا ديما وحدة من أزمات التكنولوجيا اللي بدنا نعيش معها، إنه كل واحد عنده تليفون حقه $50 وعنده خط واي فاي ب$20، صار صاحب رأي وصار قاضي وصار محقق وصار مفتش وصار ضابط وصار. في سؤال واضح، هل كان هناك ناس فجروا نفسهم امبارح او لا؟ الجواب نعم. هل هؤلاء ارهابيين او لا؟ الجواب نعم. اذا كان في ناس موجودين، شو بعمل؟ بطلع ببعت دوريه، ببعت 4-5 اساتذه من الفرير يحكوا معهم يقولوا لهم انه انتم يعني لا، يمكن التوقيف ولكن دون ان يتحول تقريبا كل من في هذا المخيم الى مشتبه به والى ممدد على الارض والى مكبل اليدين يعني بمناظر باي مداهمه ديما، باي مداهمه ما عدا الاطفال. كل الناس الموجودين مشتبه فيهم، لانه انت مش